ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة هنعمل المكرونة البشاميل بمنتهى السهولة. هنعمل البشاميل بطريقة سهلة جدا جدا، خفيف على المعدة كده، وعمره ما هيكلكع منك، مستحيل يكلكع منك ولا ياخد كمية الدهون الكتيرة اللي بنحطها دي. ما تنسوش لايك للفيديو وشاركوه مع اصحابكم، واللي لسه ما اشتركش في القناة اشتركوا بسرعة وفعلوا زر الجرس علشان لسه في وصفات كتيرة مع شيف بطوطة. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. بصوا المكرونة تحفة. المكرونة البشاميل حلاوتها في انها تبقى سايبة من بعضها كده وجميلة وكريمي، والبصوا جوسي كده، تحفة، هتعجبكم جدا. اول حاجة عندنا مية مغلية بنحط عليها ملح ورشة زيت، وبننزل بقى بنص كيلو مكرونة بنة اللي هي المكرونة القلم، وبنسويها 3/4 تسوية بالشكل ده. هنشيلها بقى من على النار. عندنا بقى 2 لتر لبن حليب ساقع، عندنا 7 معالق كبيرة دقيق. هنقلبهم كويس قوي مع بعض لحد ما نحس ان الدقيق داب خالص في قلب اللبن، ما بقاش باين. هنبتدي بقى نرفعه على النار مع التقليب المستمر. هنحط بقى مكعب مرقة دجاج ومكعب مرقة لحمة، دول هينكهولي الطعم. وبعد كده نظبط الملح، يعني نشوف الملح بقى محتاج قد ايه ونحطه. رشة جوز الطيب، وهو ابتدى يتقل معانا اهو وجميل. عندنا بقى معلقة كبيرة سمنة بلدي، ما حطيناش بقى كمية السمنة الكتيرة دي ولا اي حاجة، هي معلقة واحدة، وهتاكلوا بقى طعم مفيش احلى من كده. بص هو تقله كده ممتاز. هنبتدي بقى نحط ادي المكرونة بتاعتنا. انا مش طفتش المكرونة عشان انا جايبة نوع كويس ما فيهوش نشا قوي. هنحط بقى عليه هنحط اللحمة المفرومة بتاعتنا ومعلقة سمنة بلدي، وهنقلبهم كويس قوي مع بعض. هنحط بقى البشاميل كده ونقلب. دي احلى حاجة، احلى من لما تحطوا اللحمة في النص بس كده. كل مكرونية بتبقى واخدة بقى الطعم كله، اللحمة والبشاميل خطيرة. هنحط بقى شوية بشاميل كده في الصينية بتاعتنا واحنا دهنينها طبعا بالسمنة، وهنحط بقى نص كمية المكرونة، وهنرجع نحط بقية كمية اللحمة في قلب النص كده. يعني اقسموا مقدار اللحمة اللي انتوا هتحطوه، نصه في النص والباقي في قلب المكرونة. هنرجع بقى نحط بقية المكرونة النص التاني، ونحط بقى صوص البشاميل. بصوا الصوص معانا كريمي ازاي، خطير. عندنا بقى فرن مشغلينه على درجة حرارة 200، لازم يبقى سخن الفرن. هنشيله بقى ونحط المكرونة بتاعتنا في النص. اول ما تبتدي تصفر معانا كده هنطلعها، نحط الجبنة دي حسب الرغبة، يعني عايزين تحطوها اوكي، مش عايزين تحطوها هتسيبوا البشاميل لحد ما يحمر لوحده. وكده بقت جاهزة. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة، ونتقابل في وصفة جديدة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.